اشهر قصه مفبركه بيستخدمها الراجل لو مش عايز يرتبط بيكي او ياخد خطوه جد في العلاقه دي، لانه متلاعب وعايز بس مصلحه، والمصلحه دي يا فلوس يا علاقه حميميه. دلوقتي انت في علاقه وحاسه في مشكله ناحيته فاخد خطوه جد ومش عارفه تفسري ده بايه. اسمعي معايا بقى اشهر سيناريو هروب بينفذه الراجل لما يحب يخلع، ولو لقيتيها بتتشبه مع قصتك اعرفي انه متلاعب ومش ناوي يكمل. حتى لو كلامه ووعوده كلها زبده اعرفي بس انه بيكسب وقت لغايه لما يوصل اللي هو عايزه من العلاقه دي. بيجيلي رسائل يومية من بنات كتير بيحكولي نفس القصة بالظبط وبرد نفس الرد. تقولي أنا بحبه وهو بيحبني جدا وكل حاجة بينا كويسة وبقالنا فترة مع بعض وكان ناوي يجي يخطبني الفترة اللي فاتت، بس لما فتح والده رفض نهائي وانا مش عارفه اعمل معاه ايه. ركزوا بقى في اللي جاي علشان تعرفي هو بيتهرب ولا لا. ركزي في ال3 أسئلة المهمين دول: امتى كان عايز يخطبك، سبب رفض والده، والسبب اللي مخليه مش عارف يقنع والده. كل الاجابات اللي هقولها دي بتتشابه في اغلب القصص. السؤال الاولاني هو كان عايز يخطبك امتى، في الاغلب لما بدات تساليه هي العلاقه دي رايحه فين، وبيبقى الرد دايما انا جايه اتقدم بس بعد نقط. النقط دي املي بيها بقى اي حجه، وهي العقبات اللي بيحطها بمده محدده علشان يكسب وقت. فهتلاقيه بيقولك هاجي اخطبك بعد الجيش، بعد فرح اختي، بعد العيد، في الصيف، لما اخلص قسط العربيه. وساعات بيستخدم حجه واحده من دول وساعات 2 3 ورا بعض عشان يمدد المده. ايا كان بعد ما المهله دي بتعدي وكان هو لسه ما خدش اللي عايزه من العلاقه دي وخلاص حججه خلصت، هيقولك انه كلم بابا او ماما ايا كان مين هو رب الاسره، وانه رافض او رافضه تماما الموضوع. يجي هنا السؤال: ايه سبب رفض والده ولا والدته؟ وده تاني سؤال. قبل ما بتساليه انت على السبب بيكون هو محضر الرد، والرد ده لازم يكون مضمونه اني انت السبب وان المشكله في رفضهم من عندك. وده طبعا الخيار الافضل بالنسبه له. بيستغل اي معلومه انت قلتها له قبل كده ويستخدمها كسبب، وبتبقى الاجابات كالاتي وكلها شبه بعض: بابا مش موافق لانه عارف ان باباكي ومامتك منفصلين. ماما رافضه لانك اكبر مني بشهرين. بابا رافض لانه سال على باباكي في الشغل وعرف ان عنده مشاكل. ماما رافضه لان انتوا اقل مننا ماديا. بابا رافض عشان عايزني اتجوز دكتوره زيي او مهندسه زيي او صيدلانيه زيي. ولو انت بقى اللي شهادتك اعلى منه بحسابات المجتمع هيقولك ماما رافضه عشان خايفه تتنططي عليا في المستقبل. بيبقى كلها اسباب راجعه ليكي وملهاش حل، لانك مش هتعرفي ترجعي بابا وماما لبعض، ولا هتحلي مشاكل بابا في الشغل، ولا هتتنازلي عن شهادتك الجامعيه. هو بيبقى عايز كده، المشكله ما يبقاش ليها حل. طب لو ما لقاش حجه يستخدمها تخصك انت وتجيبي العيب من عندك، ساعتها الحجج هتبقى كالتالي: بابا رافض لانه قاري فتحتي انا وبنت عمي من واحنا صغيرين ومش عايز يخسر عمي، او ماما قاريه فتحتي من واحنا صغيرين انا وبنت خالتي ومش عايزه تخسر خالتي. طبعا انت هتساليه: هو انت مش هتحاول تقنعهم ان انت بتحبني؟ يعني انت هتتخلى عني عشان بابا وماما قروا فتحتك وانت صغير؟ يجي هنا السؤال الثالث: ليه هو مش قادر يقنعهم بانه بيحبك وعايز يتجوزك انت؟ ويجيلك الرد القاطع: علشان بابا عنده القلب او ماما عندها السكر والضغط، ولما بيزعل او تزعل بيتعبوا قوي. انت عايزاني اموتهم؟ عايزاني اخسر رضاهم؟ اصبري وانا هحاول معاهم واحده واحده، اديني فرصه وانا هغير رايهم بس بالراحه وهخليهم يحبوكي. فتديله وقت وكمان وقت وكمان وقت، وتلاقيه ما بيعملش اي حاجه في الموضوع ولا في حس ولا خبر. فتحطي العقده في المنشار وتقولي: لا انا عاوزاك تاخد خطوه، انا استنيتك كتير. هنا بقى يقولك والدموع ماليه عيونه: انا ما اقدرش ازعل ابويا ولا امي واخسر رضاهم، ولكن انا مش هسيبك لاني بحبك، عشان كده هفضل جنبك وفي حياتك كصديق لغايه ما ربنا يحلها من عنده. وهنا بنات كتير بتكمل على فكره على امل فعلا انه يقدر يغير راي اهله وهو مقطوع من شجره اصلا. ولكن تعدي ايام وشهور ومفيش حاجه بتتغير لانه ضمن وجودك في حياته. طب افرض انت وقفتي وقلتي له: لا احسم امرك ولازم تاخد خطوه في اسرع وقت، ساعتها يقلب الترابيزه ويقولك: انت ما بتحبنيش، انت مش عايزه تصبري عليا، ويختفي مره واحده ويسيبك بقى يوم 2 3 اسبوع. وبما انك بتحبيه هيوحشك ونفسيا هتتأثري، صح يا كوكو؟ غيابه وبعده هيأثر فيكي وقلبك هيحن، وفي التوقيت ده بتبقي هشة جدا اصلا. تقومي مكلماه تقولي له: انا بحبك ونفسي نبقى مع بعض وانا ما كنتش اقصد اضايقك، وتحايليه كمان. ولو ما عملتيش كده بقى وترددتي وسبتيه يزعل، هو بعد اسبوع هيكلمك وهيقولك والدموع مليانه عينيه برضه: على الرغم اني زعلان منك بس ما اقدرش اعيش من غيرك، تعبان لاني بحبك، خليني في حياتك حتى ولو كصديق، يمكن الامور في يوم تتغير فتليني وتقبلي لانك بتحبيه وعندك امل في المستقبل الامور تتغير. وهنا تبدا القاره من جديد ويبقى ضمن وجوده في حياتك دون ادنى وعد بالارتباط. انتوا كده رسمين اصدقاء الى حين اشعار اخر، مع انكم بتتعاملوا كحبايب.
وكل ما تحاولي تفتحي الموضوع يختفي تاني، فتزعلي وترجعوا. طب تحاولي تخليه يتعامل كصديق فعلا؟ لا، هو مش بيقبل، بيفضل يتعامل كحبيب باسم صديق. خلي بالكم الحوار ده بيتكرر كتير جدا مع بنات كتير جدا بحذافيره، نفس القصة بالظبط. وممكن الشخص اللي يكون معاكي بيبقى بيعمل القصة دي مع 3 و4 بنات غيرك في نفس الوقت، وخصوصا لما تكون العلاقة اونلاين بس ولا يجمعكوا اي مكان مشترك زي دراسة او شغل. وبكده بيبقى عنده حرية اكبر ومساحة اكتر انه يشاغل اكتر من بنت في نفس الوقت. طب اعرف ازاي؟ في 10 نقط تكشف لك اللي بيعملوا الفيلم ده، سواء علشان فلوس او علاقة حميمية. اول 4 علامات بيشترك فيها الاتنين، اللي عاوز فلوس او اللي عايز علاقة حميمية. اول علامة بيحاول يعزلك عن اصحابك ويقلبك عليهم، علشان دول اول حد بيحس ان في حاجة غلط، لان دول اللي شايفين الصورة من بره، فبيحاول يبعدك عنهم عشان لما يطلب منك طلب هتروحي تقولي لهم وهم هيحذروكي. تاني علامة، ما تعرفيش تفاصيل عن حياته اليومية. بيحاول دايما ما يعرفكيش خط سيره ولا يعودك انك تعرفي تفاصيل يومه، لان طبعا في حياته 1 و2 و3 غيرك، وهو مش عايز حد مراقب عليه ولا عارف خطواته عشان يعرف يظبط اموره مع ال2 ولا ال3 التانيين. تالت علامة الاختفاء، ودي ليها علاقة كمان بالعلامة اللي فاتت. بيختفي كتير، لما بيرجع بتبقى مبرراته غريبة ومش واضحة، ولكن في الواقع في وقت الاختفاء ده هو بيبقى وصل لمرحلة مهمة جدا مع إحدى ضحايا الآخرين وعايز يتفرغ لها لأنه على وشك الحصول منها على علاقة أو فلوس. رابع علامة، عنده إكسس كتير، ودول بتكتشفون بالصدفة واحدة ورا التانية، هو مبيبقاش عايز يعرفك بس غصب عنه في حاجات بتفلت. في بنت قبل كده قالت لي انها فقسته لما رجعت على الاكونت بتاعه لسنه ورا، واكتشفت ان كل 2-3 في بنت بتقعد تعمل له لايكات ولاف وكير وغيره على البوستات بتاعته والصور، والبنات دول بيتغيروا كل 2-3. وهنا حست ان في حاجه غلط، ولما كلمت واحده منهم لقت حصل معاها نفس القصه بالظبط. اللي فاتوا دول كانوا ال4 علامات اللي بيشترك فيهم الاتنين، اللي جاي عايز منك فلوس ويقلبك او عايز منك علاقه حميميه. ال4 نقط اللي جايين دول بتوع بقى اللي عايز العلاقه الحميميه بس. اول علامه، الكلام بوقاحه. بعد وقت قصير من معرفتكم والكلام المعسول واللطيف هيقلب مره الكلام كله بقى وقاحه، تعليقات ونكت رايحه كلها ناحيه إيحاءات جنسية وبفجاجة، وأي موضوع عادي يقدر يحوله في لحظة لمحتوى بذيء. ومهما حاولتي تفهميه إنك ما بتحبيش الطريقة دي مش هيبطل. مرة هيعتذر، ومرة ياخدها تهريج، ومرة يتخانق ويقولك انت مملة ودمك تقيل، ويقلب الترابيزة عليك عن ان انت اللي مش طبيعية، وهو بيتكلم بطبيعته عادي وعليك ان انت تقبليه كده. مهما حاولتي تمنعيه عن الكلام ده هيكرر، لان هدفه هو كسر الحواجز وتوصيل بعض المعاني والايحاءات الجنسية ليكي لاعتيادها حتى لو انت ما بتحبيش الطريقة دي. تاني علامة، التعدي على الحدود الجسدية. بعد ما بتملي من التعليق على طريقة كلامه وتستسلمي ان دي طريقته، بيبدأ يكسر الحواجز الجسدية اللي ما بينكم في المسافات وطريقة التواصل واللمس بطريقة مبالغ فيها وساعات مصادمة. وبنفس الطريقة اللي فاتت انت هترفضي، فيعتذر مرة وياخدها بتهريج مرة ويتخانق مرة، لكنه مش هيبطل يعمل ده مهما عملتي او رفضتي ده. تالت علامة، بيتكلم كتير عن شكلك بس، كل تعليقاته عليكي خاصة بشكلك، لبسك، مكياجك، مش همه أي حاجة تخصك نهائي بعيدا عن مظهرك. رابع علامة، بيشكك في تصرفاتك علشان هو متعود يكذب طول الوقت وبيتلاعب ببنات كتير، بيبقى خايف لا يتعمل كده معاه، فتلاقيه بيشكك دايما في تصرفات غريبة وتافهة لأنه بيبقى مرعوب يدوق من نفس الكاس. آخر علامتين بقى دول اللي دخل على طمع وعايز منك فلوس، ومش شرط تكون مبالغ كبيرة، يعني بتتراوح ما بين فئة اجتماعية والتانية أو مستوى مادي والتاني. أول علامة، بيشتكي دايما من ظروفه المادية، دايما أي موضوع في لحظة يحوله لشكوى من أحواله المادية، يختفي يقولك أصل معيش فلوس، دايما معذور، عيان ومش قادر يروح للدكتور، الفلوس اللي بيحولها له أهله ما وصلتش، صاحبه مستلف منه، فلوس المشروع اللي عايز يفتحه ناقصة كام ألف. بتختلف على حسب المستوى الاجتماعي والمادي نوعية الشكوى اللي هيشتكيها، وانتي طبعا من باب الذوق هتعرضي على المساعدة، وهو خلي بالك هيرفض في الأول رفض قاطع، وهيقولك انه هيتصرف من حتة تانية، ويرجع لك بعدها حزين ويقولك انه منفعش، وانتي تتحايلي عليه تاني وهياخد مرة و2 و3، هيفضل ياخد منك لغاية ما تسأليه وانت مش هتتقدم بقى، وساعتها مش هتسمع غير صوت صرصار الحقل، وبنسبة 99% الفلوس دي مش هترجع تاني، وهو مش هتشوف وشه تاني. تاني علامة، مش بيصرف خالص على أي حاجة تخصك، مش بيطلب منكم تتقابلوا طالما الامور ماشيه اونلاين تمام، ولو خرج معاكي بيبقى في اماكن محدده مفيش اي مجال فيها للصرف، الا لو انت معاكي فلوس كتير ومحتاج يرسم عليكي رسمه معينه، لان اللي هياخده منك اكتر، فحاسب اللي هيدفعه كويس واللي هياخده من وراه. بس في الحالتين سواء بيصرف او لا هتلاحظي اختفائه في المناسبات المهمه اللي المفروض فيها يجيب لك هديه زي عيد ميلادك او الفالنتاين
هتقولي طب ما هو لو معاه فلوس وبيرسم عليا عشان ياخد حاجه اكبر، طب ما يجيب لي هديه لعيد ميلادي عشان يعرف يرسم عليا كويس. اقول لك لا، لانه لو بيرسم رسم كبير قوي يبقى مخلي باله قوي، لانه المفروض يجيب لك هديه غاليه وهو مش عايز يعمل كده. علشان كده قبل المناسبات المهمه هتلاقيه اختفى، وهيرجع لك بعدها بحجه كبيره قوي ومبالغ فيها كسبب لاختفائه، او يتخانق معاكي قبلها ويخصمك لغايه ما المناسبه تعدي. وده كان اشهر سيناريو بيستخدمه الراجل اللي ما عندوش نيه للارتباط ووجوده في حياتك مبني على مصلحه. ودول كانوا ال10 علامات اللي يخلوكي تفقسيه. لكن اوعي تنسي ان دايما اهم علامه دايما بقولها لاي ست في اي موقف، ست او راجل: احساسك او احساسك. في اي علاقه احساسك هو اول حاجه تقولك او بتقولك ان العلاقه دي فيها حاجه غلط. اتبعوا احساسكم. كانت معكم السيناريستية فيبي أنور.